السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم في حاجة بسيطة كده، مش هغيب عليكم بإذن الله. احنا متعودين دايما أي حقن انتيبيوتيك بنمسكوا الحقنة بنحلوها ونرجوها جامد جدا كده، تمام؟ وبندوها للمريض. النهارده أنا جايب لكم حقن معايا. الحقن ديت أنا والله شخصيا أنا ما كنتش أعرف إنها يعني إيه بتتاخد بالطريقة المعينة أو بالتكنيك المعين ده، تمام؟ الحقنة دي اسمها حقنة تربوسيد. تربوسيد، تمام. اكيد في ناس كتير جدا ما تعرفش الحقن ديت انتي بيوتيك غاليه جدا، وبتتاخد كمان في الحالات يعني الحالات اللي عندها انفكشن جامد، او الحالات اللي عندها مثلا التهاب رئوي، او عندها مشكله في العظم بعد العمليات الجراحيه. المشاكل دي كلها تمام بتتاخد بالذات في العنايه المركزه اكتر حاجه. والحقنه الثانيه اسمها ايه؟ بيبراسيلين او بيبراسيلين، تمام. بيبراسيلين اللي تازوباكتام، تمام. الحقنتين دول بالذات ما ينفعش اخد الميه اللي جواهم واحل الحقنه وارجها بسرعه كده واديها للمريض. اكبر غلط. انت رجيت الحقنه كده ما عادش لها اي لازمه، بتبقى كلها عباره عن رغاوي، تمام. والماده الماده اللي فيها اساسا بتتكسر. يعني الحقنه ديت اللي هي الماده اللي فيها هتستفاد بيها هتتكسر، تمام. الحقن ديت ما تستعجلش عليها. الحقن دي مش زي السيفاكزون او السيفوتاكس او اي انتي بايوتيك موجود. الحقن دي بالذات بتحلها، تمام، وبتسيبها تلت ساعه او نص ساعه. لما اهم حاجه تتحل من غير ما تترج ولا تتهز جامد. بتمسك السرنجه، بتفضل ميه، تطلع السن بالراحه خالص وتحطها على جنب كده. ممكن اصلا تنساها وانت شغال في العنايه او شغال في القسم مثلا او كده، او شغال في عياده بره او كده. ممكن تنساها، ما تفكرش فيها اساسا. نص ساعه، ساعه الا ربع، تلت ساعه، لمان البودره اللي جوه البودر نفسه يبقى كله عباره عن ميه. الحقنه دي اترجت ما عادش لها اي لازمه. الماده الفعاله اللي جواها اتكسرت، ما عادش تنفع خلاص. ونفس النظام الترجوسيد دي ثمنها كام النهارده؟ ثمنها 370 جنيه. الفايل ده لو اتهز جامد واترج ما عادش ليها اي لازمه. بتحل الحقنه وتسيبها من ربع ساعه لتلت ساعه لنص ساعه، لما الدواء اللي جواها كله او البودر اللي جواها يبقى عباره عن ميه. زي السوفتاكس والسيفاكسون والحاجات الانتيبيوتيك كلها بتبدا تسحب تسحب الدواء اللي جواها بسرنجه بالراحه خالص كده. ويفضل ما ينفعش الحقن دي يا جماعه تتاخد سك في الكان ولا كده. يعني ما ينفعش يبقى مريض مركب لاين، تمام، واجي وياخد ساحب الحقنه ديت واديها له على طول. المفروض يبقى عندك محلول ملح او محلول 5%، تسحب منه 100 150 200 سم، تمام، وتحط الحقنه ديت معاهم. طب هتقول لي ازاي انا هحدد ازاي ال 150 وال 100 هحلها في ايه؟ انا باذن الله هعمل لكم فيديو تاني على المحلول صغير، تمام. المحلول ده اسمه سالو ست. باذن الله الفيديو الجاي هعمله لكم وهعلمكم تحط فيه الدواء ازاي، الميديكيشن، تمام، وتستخدموه ازاي وكل حاجه فيه باذن الله. حاجه اخيره، دور البرد اللي ماشي الايام دي يا جماعه اوعى حد يستهون بيه. والله انا عملت فيديو قبل كده وبقولها لكم تاني، اوعى حد يستهون بدور البرد اللي منتشر الفتره دي بالذات. حافظ على نفسك وعلى اولادك وعلى بيتك. حافظ على نفسك وعلى اولادك على بيتك. برد، سخونيه، اسهال، تكسير في الجسم، اقرب دكتور واطلع اكشف عنده. اتفقنا؟ مفيش حاجه اسمها اخد علاج من الصيدليه وبقيت كويس ومش كويس. مفيش الكلام ده. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومه بتاعتي، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.